شايفين ما أجمل هالطبق ونكهته كتير مميزة والريحة يا عيني شي بشهي. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم كل متابعين قناة الشيف حسام. يسعد لي أوقاتكم دائما إن شاء الله، كل أيامكم سعادة وسلامة. اليوم رح نعمل أكلة مميزة كتير وأنا من عشاقها اللي هي الدجاج مع الفطر البني بالكريمة، ورح نقدم مع جنبها الرز الأبيض. المكونات شلون رح تصير؟ تابعوني خليكم معي. يلا، المكونات أكلة دجاج مع الفطر بالكريمة. عندي كاسين ونص كبار من الحليب، 100 جرام من الزبدة، عندي كيلو من صدر الدجاج شرحته على الشكل هذا، ما هو كتير يعني يكون رقيق، شايفين وسط سماكته. كيلو من الفطر البني، عندي 200 ميلي من الكريمة، عندي كاسة من مرق الدجاج. لو ما متوفر عندنا مرق الدجاج ممكن مكعب مرق نحله بمي دافية بيوفي بالغرض. معلقة ونص وسط من الملح، معلقة ونص وسط من الفلفل، معلقة وسط من بودرة الخضار، معلقتين كبار من الطحين، وعندي 3 اسنان توم دقيتهم لطلعوا معي على الشكل هذا، وعندي كمان بصلة صغيرة نعمتها كتير لطلعت معي على هذا الشكل. هاي هي مكونات أكلتنا اليوم المميزة اللي حكينا عنها. رح نشوف شلون رح نطبق الأكلة اللي تطلع معنا شغلة على كيفكم مع الشيف حسام. يلا خليكم معي تابعوني. يلا بالبداية رح نبلش نتبل الدجاج. نص كمية الملح اللي عندي رح حطها للدجاج، والباقي بحطه للكريمة، وكمان نص كمية الفلفل الأسود اللي عندي كمان رح نزلها على الدجاج. تمام، بترك النص الباقي للكريمة. كمان كمية خضار أو بودرة خضار رح نزلها مثل ما شفتوا على صدر الدجاج وتبل فيها، واترك الباقي للكريمة. ندعكم منيح مثل ما شايفين. بعد ما انتهيت من تتبيل الدجاج، هي النتيجة النهائية اللي حصلت عليها. راح اتركهم وانتقل لعمل الكريمة ونشوف شلون راح نسوي الكريمة. يلا خليكم معي. راح نبلش مع بعض نقلي الفطر ونسوي الكريمة خطوة خطوة. راح نشوف شو راح نسوي. بالبداية راح ننزل نص كمية الزبدة اللي عندي. تمام، نزل البصل والثوم اللي عندي، لحتى مثل ما بتعرفوا الزبدة تاخد من نكهة البصل والثوم واخد النكهة المميزة اللي بدي اياها. يلا نقلبهم شوي مع بعض. الخطوة اللي بعدها رح ننزل الفطر اللي قطعته شرايح مثل ما شايفين. كمية شوي مبين عليكم كثيرة، بس هلا تدبل بتصير كتير مناسبة. أو مثل ما حكينا كيلو صدر اللي استعملناه رح حطينا له كيلو فطر. لو استعملتوا أقل كمية، لو كان نص كيلو ممكن تستخدموا نص كيلو من الفطر. نضل نقلبهم مثل ما شايفين. تنزل شوي تانية ميتهم، نترك المي لحتى تنشف، بعدين نشتغل الخطوة التالية. لبين ما تقلى الفطر عندي راح استغل الوقت والفرصة اللي عندي، وراح نزل الصاج لقلي شوي صدر الدجاج. يلا رح شغل الغاز ونزل عليها شوي من الزبدة اللي عندي. بس ذابت الزبدة شوي رح نزل الدجاج وقليه شوي، وهي حبة حبة. تمام، والفطر كمان مثل ما ملاحظين بلش يدبل، تنزل ميته. كمان لحتى اعطي نكهة شوي للزبدة رح نزل لها قطعتين ثوم
كما شايفين شرحات الدجاج كلها عم تقلى عندي وعم تاخذ لون ذهبي. والفطر عندي مثل ما شايفين الكمية اللي نزلناها شلون صفيت بعد ما دبلت حجمها كثير صار مناسب ومعقول. كمان رح نتركها شوي تنشف المي تبعها. رح اقلب الدجاج بعد ما اخذ لون ذهبي عندي شايفين. الفطر عندي نشفت ميته شوي. رح نزل الخطوة التالية اللي هو الطحين ونقلبه. بخلي شوي الطحين يتحمص عندي قبل ما انزل بقية المكونات. بودرة الخضار اللي بقيت عندي وكمية الملح اللي بقيت عندي والفلفل الأسود. الخطوة اللي بعدها رح نزل الكريمة. الكريمة كتير رح تعطيلي طعمة مميزة ودسامة لأكلتنا. يلا نزل مرق الدجاج. الخطوة اللي بعدها والأخيرة رح نزل الحليب. رح اتركهم يغلوا شوي ويتعقدوا وناخذ السماكة اللي بدنا اياها. شايفين على هاللون اللي حصلنا عليه. رح شوف الدجاج عندي النتيجة اللي حصلت عليها لسه شوي مثل ما شايفين ما اخذ لون ذهبي. رح استنى عليهم كمان 5 دقايق لياخذوا لون بعدين نشتغل الخطوة الأخيرة واللي هي تقديم الطبق. يلا شايفين اللون الذهبي اللي طلع عندي؟ هذا هو اللون والنتيجة اللي أنا بدي إياها. رح أطفي الغاز ونزل الدجاج بالكريمة مع الفطر ليتجانسوا مع بعضهم. كل المكونات تاخذ من بعضها طعمة. شايفين ما أحلى الأكلة تبعنا اليوم. كتير سهلة وكتير مميزة بنفس الوقت. راح نحرك كل المكونات مع بعضها. شايفين ما أجمل الطبق عندي. أكلة الريحة كتير مميزة وأكلة كتير رائعة. بنصح الكل يجرب هالأكلة هي. راح نخليهم حوالي 5 دقايق يغلوا مع بعض ياخذوا الطعمات من بعض بعدين نقدمهم بالطبق النهائي. وهي هيك طبق الكريمة بالفطر بصدر الدجاج صار جاهز عندي. أكلة مميزة الريحة كتير بتشهي. بنصح الجميع يساويها. الوصفة بتلاقوها تحت الفيديو. لكل اللي عم يتابعوا فيديوهاتي أنا الشيف حسام ولسه ما اشتركوا بالقناة اشتركوا وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. الشيف حسام بكل أكلة عم يترك بصمة. بأمان الله بتركوا.